ممكن أسألك سؤال مؤلم شوية؟ كم سنة من عمرك اتأجلت تحت جملة بتقوليها دايما أنا مش حاسة بالشغف، وبعد الجملة دي كم حلم اتحط على الرف واتنسى، وكم خطوة ما أخدتهاش لأنك مش حاسة بالشغف وانتي مقتنعة إن الشغف لما يجي هتكون البداية، مع إن الحقيقة مختلفة تماما. مش الشغف اللي بيخلي الناس تتحرك، الناس بتتحرك الأول وبعدين الشغف بيجي في الطريق. أنا مي رفعت، معالجة نفسية وسلوكية وخبرة 15 سنة في العلاج النفسي والصحة النفسية للسيدات. وحابة أقول لك معلومة نفسية مهمة جدا يمكن تخالف كل اللي بنشوفه في السوشيال ميديا. على فكرة الناس مش بتنجح لأن عندها شغف، الناس بتنجح لأنها بتكرر الفعل لحد ما الشغف يجي بعد كده. وعايزة أسألك سؤال مهم جدا، لما بتقولي أنت فقدت الشغف، هل فعلا بتكوني فقدت الشغف ولا فقدتي حاجة تانية وإحنا مسمينها شغف؟ ومن أكتر الجمل اللي بسمعها في الجلسات من ضيوفي، مش قادرة أذاكر، مش قادرة أشتغل، مش قادرة أهتم بنفسي. ولما أسأل حصل من إمتى، أكتشف إن اللي حصل قبل إحساس فقدان الشغف فترة طويلة من الضغط أو مشاكل في العلاقات أو خذلان متكرر أو استنزاف نفسي مستمر. وهنا بنوصل لنقطة مهمة جدا محتاجين نفهمها، إن أوقات كتير المشكلة مش في فقدان الشغف، المشكلة إن الجهاز النفسي نفسه مرهق. لأن الإنسان لما يعيش تحت ضغط لفترة طويلة المخ بيبدأ يدخل في وضع الحفاظ على الطاقة وكأنه كامن، فيقل الحماس، يقل الفضول، يقل الدافع. حتى الحاجات اللي كان بيحبها ممكن ما يبقاش عنده طاقة إن هو يعملها. وده السبب اللي ناس كتير بتفكر إنها فقدت الشغف بسببه، وهي في الحقيقة فقدت الاتصال بنفسها من كتر الضغوط. وعشان كده كل ما تقعدي مستنية مشاعر الشغف تيجي الأول عشان تقدري تتحركي، بتفضلي واقفة مكانك، لأن المشاعر بطبيعتها متقلبة. انتظريني في الجزء الثاني عشان أقولك علم النفس بيقول إيه في الشغف.